بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا لازم میدونم از میزبانی خوب آقای استاندار بابل و مردم استان بابل صمیمانه تشکر کنم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية وقبل كل شيء لازم أشكر على هذه استضافة جيدة من طرف السيد محافظ بابل. با توجه به سابقه تاریخی و تمدنی دو تا استان در قلب بین النهرین و اشتراکاتی که بین دو تا استان هست، على أساس اشتراكات المشتركة بين هذين البلدين بين العراق والإيران في هذه الحضارة بين النهرين. ظرفیت‌های بسیار خوبی رو من در این نشست دیدم که میتونه بین دو تا استان بابل به عنوان یک استان تاریخی و علمی و همچنین استان ایلام در آینده رقم بخورد. أنا فهمت في هذه الاجتماع بإمكاننا أن نقوم بالأمور الأساسية التي تحتاج بها مدينتنا في إيلام على حدود إيران وبين هذه محافظة بابل. استان ایلام با کشور عراق 430 کیلومتر مرز مشترک داره. المحافظة إيلام في إيران تقريبا على أساس 430 كيلومتر الحدود مشتركة بين العراق في هذه المحافظة. ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه نفت و گاز در استان ایلام وجود داره. لدينا قطاعات خاص للاستثمار في مجال الغاز والنفط. در حوزه گردشگری مثل استان بابل استان بسیار با ظرفیتی است، هم آثار تاریخی داره هم آثار جاذبه‌های طبیعی داره که انشاءالله اینجا لازم میدونم دعوت کنم از همه سرمایه‌گذارانی که در حوزه گردشگری میتوانند در استان ایلام سرمایه گذاری کنند. ما بستر کار را برای این عزیزان فراهم میکنیم. المحافظة بابل لها فيها بالنسبة إلى أنها مدينة أثرية بإمكاننا أن نقوم المستثمرين في إيران في هذه القطاعات بين إيلام وبابل. در حوزه توریسم سلامت و توریسم مذهبی هم ظرفیت‌های بسیار خوبی در استان ایلام وجود داره که میتوانیم در آینده انشاءالله بین تجار دو تا استان، بین اتاق‌های بازرگانی دو تا. فرحت ومسرور جدا بحضوري هنا. بنده محمد نوذری استاندار قزوین هستم. استان قزوین یک استان بزرگ با ظرفیت‌های بزرگ صنعتی، کشاورزی و گردشگری است. أنا محمد نوذري محافظ قزوين. قزوين مدينة قريبة بالطيران فيه مجالات ولا سيما مدينة صناعية بسبب قرابتي إلى طهران. ما صنعت بسیار بزرگی داریم در حوزه صنعت فولاد، دارو، عرض کنم خدمت شما که خودروسازی و سایر صنایع و این صنعت میتونه در راستای تجارت با این استان و کشور عراق انجام بده. نحن من أكبر مدن صناعية في إيران. مدينة قزوين من أكبر مدن صناعية في قزوين في مجالات مثل مجال صناعة السيارات ومجال الصيدلية وفي مجال الفولاد. بإمكاننا أن نتعاون مع أشقائنا في العراق. استان قزوین مثل بابل استانی است با ظرفیت‌های بالای گردشگری که مستعد هست که عزیزان ما از بابل بیان، از اماکن تاریخی، طبیعی، مذهبی و سیاحتی این استان بازدید بکنند. مدينة قزوين مثل مدينتكم مدينة أثرية وتاريخية وفيه المجالات للسياحة وبإمكان أشقائنا وأدعوكم لتزور مدينة قزوين. ما ظرفیت‌های بسیار بزرگی در حوزه شرکای صنعتی داریم. چیزی که امروز در این سمینار دیده میشد در حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت هست که ما جزء 3-4 استان اول کشور هستیم و این آمادگی رو هم داریم که سرمایه‌گذاران ما چه در این استان چه در استان قزوین بتونن بیان سرمایه‌گذاری کنن. ما این ظرفیت‌ها و این پتانسیل‌ها رو داریم و این آمادگی رو داریم استقبال می‌کنیم. نحن من الأوائل من ناحية المدن الصناعية في قزوين، وأنا جئت مع وفد تجاري من المنتجين والتجار القزوينيين إلى هنا لأبلغكم بإمكاننا ونحن مستعدون حتى نشارك في هذه المجالات للإنتاج في بلدكم أو تساندكم أو أنتم تزوروا المدن الصناعية في إيران.
در حوزه کشاورزی ما این آمادگی رو داریم که هر نوع محصول کشاورزی که این استان و کشور عراق بخواد تهیه بکنیم در عنوان صادرات به خصوص مرغ و محصولات لبنی. استان جزء استان‌های بسیار پیشرو و مهم کشور است. نحن في إيران في 4 مناطق خصبة. قزوين واحد من هذه المناطق الخصبة في إيران، وبإمكاننا أن ننتج ونزرع كل شيء ما يحتاج البلد الشقيق العراق. در حوزه دانشگاه‌های بزرگ بین‌المللی داریم و مستعد هست که دانشجویانی که بخوان اونجا تحصیل بکنن در انواع رشته‌ها این آمادگی هم داریم. لدينا جامعة دولية الإمام خميني المعترف بها من طرف وزارة التعليم العالي العراقي، بإمكاننا أن نشارك في هذا المجال أيضا. من سپاسگزارم. وأنا أشكر في الأخير عن سيد المحافظ العدنان بسبب دعوته إلى هذا الاجتماع وعلى كل أصحاب الحضور. بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم أكملنا فعاليات وفقرات اليوم العالمي للحضارة البابلية بملتقى لرجال الأعمال والاستثمار على أرض المعارض في محافظة بابل. تم استعراض أكثر من 400 فرصة استثمارية برؤية جديدة للحكومة المحلية في محافظة بابل. هذه الفرص كانت وفق خارطة أغلبها مصادق عليها من قبل مجلس المحافظة، واتباعا سيتم المصادقة وإكمال المصادقات على خارطة ورؤية محافظة بابل للاستثمار. اليوم اللي شاهدتوه تم عرض هذه الفرص الاستثمارية بمساحات كبيرة جدا تصل إلى آلاف الدونمات. إن شاء الله سيتم استثمارها من قبل الشركات. لحد الآن اكو حماس كبير من الشركات. لقاءين قبل ما اتي كان مع شركات تركيه وشركات مصريه ابدت اهتمامها ورغبتها. ايضا لدينا شركات اجنبيه تنتظر من اجل عقد اتفاقات مبدئيه من اجل الاستثمار في محافظه بابل. هذه الرؤيه الجديده بهذا الاسلوب الجديد ان شاء الله سينعكس ايجابيا على محافظه بابل وبكل المجالات، مجال الصحه، مجال التعليم، مجال التربيه، ايضا في مجال الشباب والرياضه، مجال السكن، مجال الطرق. هناك ان شاء الله ستشهد بابل نهضه عمرانيه كبيره تليق بتاريخها، تليق بحضارتها، تليق بعراقتها، وتليق باهلها وناسها الطيبين اللي ينتظرون من عندنا الكثير. ان شاء الله هذه اول بذره وهذه بدايه الانطلاق، وان شاء الله الى نتائج كبيره تليق ببابل واهل بابل. شكرا جزيلا. تم تشكيل لجنة عليا من المحافظة، وأيضا باشتراك وإشراف ومجلس المحافظة. أيضا هذه اللجنة العليا ستأخذ على عاتقها تسليك كل الإجراءات وتسليك كل العقبات من أجل أن تكون الفرص الاستثمارية في متناول يد المستثمر. لن نكون جهة طاردة، بل سنكون جهة مستقطبة لكل المشاريع الاستثمارية في محافظة بابل. هذا عهد حكومة بابل المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي. سلمكم.